احنا بس على اخواتي حبايبي كلكم بخير وصحه تملي كده يا رب. النهارده كان نتكلم عن النادي الاهلي وعن اخبار تخص النادي الاهلي وعن الفوز بدوري المصري للنادي الاهلي النجمه 43، وهنقول كل التفاصيل، فخليك معانا لغايه النهايه ويلا بينا على الفيديو. احنا بس على اخواتي حبايبي رب كلكم بخير وصحه تملي كده يا رب. زي ما قلنا هنتكلم النهارده عن اخبار النادي الاهلي وعن حاجات كتير تخص النادي الاهلي وعن كولر ذات نفسه، وهنقول تفاصيل صغيره وهنقول كل حاجه. بس قبل ما حاجه زي ما اعتدنا صلى على سيدنا محمد وبعد الصلاه على سيدنا محمد خلينا نخش عن عنوان الفيديو بتاعنا النهارده سريعا كده. اول خبر معانا هو خبر حسين شادي حسين ولا ايه؟ شادي حسين خلاص بنسبه 90% او 95%، فهو في نادي زد اللي لسه صاعد الدوري المصري، اول سنه ليه في الدوري المصري. نادي زد خلاص تم الاتفاق مع نادي الاهلي ونادي وشادي حسين، وكل التفاصيل خلاص شبه منتهيه وشبه منتهي ان شادي حسين خلاص هيكون في نادي زد. تاني خبر، نادي الاهلي مش هيستلم الدوري يا جدعان في ماتش القمه، وده بسبب طلب من كولر هو اللي طلب ان ما يستلمش الدوري في ماتش القمه. ليه بقى؟ ان هو عايز اللعيبه تنزل مركزه في الماتش، بس ما تركزش ان هو بعد الماتش في احتفالات والكلام دوت، لا انتوا نازلين مركزين في ماتش القمه وانا عايز المكسب. فده كولر اللي عايزه، مش عايز اللعيبه تبقى مشتته ان هو بعد الماتش عندنا احتفال والكلام ده، لا هو عايز اللعيبه تنزل مركزه، وده يدل ان كولر واخد الماتش بجديه. ونادي الاهلي للعلم هيستلم درع الدوري في اخر ماتش ليه، هو ماتش حرس الحدود. تالت شيء معانا النادي الاهلي بيقدم محامين نادي الاهلي مع محامي كهرباء، محمود كهرباء اللي هو عليه غرامه المفروض يدفعها لنادي الزمالك. هو ومحامين نادي الاهلي والمحامي بتاعه قدموا ملفات جديده لاتحاد الكوره والفيفا في قضيه كهرباء. ده ليه؟ هتقول لي طب هم بيقدموا عشان خاطر ياخدوا براءه يعني مثلا والكلام ده؟ لا، اقول لك هم بيقدموا كل ده عشان خاطر عايزين ياجلوا الموضوع شهر او شهرين، بدل ما كهرباء يدفع فلوس في الوقت ده، لا كهرباء يدفع بعد شهر او شهرين. كل ما هو بيتاخر، كل ما هو بيسمحوا له ان هو يتاخر بشهر او شهرين، فكل ما هو بياخد فرصه ان هو يجمع المبلغ اكتر واكتر. فدي فرصه كويسه جدا للكهرباء بالنسبه له، يعني فاللي هو يقعد يتاخر شهر او شهرين، فدي حاجه حلوه. وده اللي بيحاول نادي الاهلي ومحامين نادي الاهلي ومحامي كهرباء ان هم يعملوا النقطه ديت وبس. انا بقى رابع خبر اللي هو اليو ديانج توقف 6 شهور. تقول لي توقف 6 شهور يعني اليو ديانج كده مش هيلعب مع نادي الاهلي 6 شهور؟ اقول لك لا، ده اليو ديانج هيلعب من بكره. اليو ديانج هيكون محضور حاضر في ماتش القمه. تقول لي طب ازاي؟ تقول لي توقف 6 شهور؟ بقول لك صحيح، انا بقول لك توقف 6 شهور. انا بقول لك توقف 6 شهور بسبب ان هو ما دفعش مستحقات وكيل اعماله. قعد حوالي مش عارف في فتره كبيره ما بيدفعش مستحقات مدير اعماله، فمدير اعماله رفع عليه قضيه والكلام دوت. فالقضيه دي صدر فيها حكم ان اليو ديانج يتمنع من لعب كره القدم على النادي الاهلي وما يشاركش في اي مباراه لمده 6 شهور. بس اذا لو ما فرضه فضل ما دفعش الغرامه، لا هو مجرد ما صدر الحكم ده على اليو ديانج يعتبر كان تاني يوم عنده وكيل اعماله، يا عم انت ليك عندك كام؟ ليك كذا، خد الكذا. اداله فلوسه والراجل اخد مستحقاته، يعتبر القرار ده اساسا ما نزلش ولا اي حاجه. واليو ديانج هيلعب مع النادي الاهلي من ماتش القمه وبص، وهيلعب معاهم في كل المنتشر، ان يعتبر اليو ديانج دفع الفلوس والغرامه اتشالت من عليه. دي كل الاخبار اللي تخص النادي الاهلي. خلينا بقى نتكلم عن كولر، ومش هنتكلم عن كولر في كل حاجه، في فيديو ان شاء الله هينزل عن كولر ذات نفسه، وهنتكلم عن كولر بس ساعه ما دخل النادي الاهلي لغايه اللحظه اللي هاجي اتكلم فيها عن كولر، هنقول كل ارقام كولر. بس انا عايز ادي معلومتين عن كولر صغيرين. كولر هو المدرب رقم 14 في تاريخ نادي الاهلي انه يكسب معاهم الدوري، المدرب الاجنبي الرقم 14 في تاريخ النادي الاهلي اللي يكسب معاهم الدوري. النادي الاهلي كسب الدوري مع 13 مدرب اجنبي. لما كسب الدوري السنه دي مع كولر فهو كان المدرب ال 14 الاجنبي اللي يكسب الدوري مع النادي الاهلي. تاني شيء برضو عن كولر فاز ب5 بطولات لغايه اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي مع النادي الاهلي، كان بطوله الدوري وبطوله افريقيا وبطوله كاس مصر واثنين سوبر مصر، كانت واحده قصاد الزمالك وواحده قصاد بيراميدز، وكاس مصر كان قصاد بيراميدز، وافريقيا اللي كانت قصاد الوداد، والدوري المصري اللي كسبه السنه دي واللي ان شاء الله يحتفل بيه في اخر ماتش اللي هو حرس الحدود. فكولر اخد 5 بطولات مع نادي الاهلي، وان شاء الله هنعمل فيديو هنتكلم عن كولر بس، وهنقول كل التفاصيل عن كولر بس في نادي الفيديو ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، يلا سلام.